خوتي وخواتاتي المغربيات، اليوم غادي ندويو على واحد الفضيحه، واحد المساله اللي بصح كتخلي القلب كيتحرق. تخيل معايا الشعب خارج، الشباب حاقب، المطالب واضحه وباينه، وكل شيء كينوض نوضه وحده، وفي الاخر كنلقاو راسنا قدام واحد العقليه ديال الانكار. هذه التعبيرات هم لا يريدون أن تبقى هذه الحكومة، يريدون جلسات عين لمحاسبتها في إطار أكيد هذه هناك قانون داخل الدولة، ولكن هذا ما يعبرون عنه ولا يريدون فتح الحوار مع الحكومة الحالية. دابا اليوم انا كنسجل بانه انت الناطق الرسمي باسمهم ياك، قلت لا يقولون لا وباش عرفتي هذا الشيء انت انا ما وصلنيش هذا الشيء، هذا ما خرج منه، شوف لك هذا ما خرج من خلالهم. انا ما اعرفه. انا لا انتمي لجيل زد لكي اكون ناطقا، انا امارس دوري كصحفي هنا في هذا البرنامج. وانا حيت قلتي لي شنو قالوا، قلتي لي شنو قالوا، انا متبع، انا هذا الشيء ما سمعتوش. انتم قلتم تريدون الانصات والاسماع، انا هذا الشيء ما سمعتوش، انا متبع الموضوع. سولتيني واش متبع، انا اتابع هذا الموضوع لانه يدخل من اختصاصي، وايضا اعتبر بانه هؤلاء الشباب من الواجب علينا نسمع لهم. هذا الشيء راه كيعصب الاخوان وحق الرب، واحد العقليه ديال التعجرف، واحد النكران للواقع. وملي كيحاول اعلامي محترم ينقل هاد المطالب بحال السينو في العوامله، كيلقى راسو متهم، كيلقى راسو مهدد، كيلقى راسو داخل في واحد الترسانه ديال التهم الجاهزه اللي ما عندها لا اساس ولا منطق. هاد الشيء هو اللي غادي ندوي عليه اليوم بالتفصيل، اللي ما يمكنش يستوعبوا العقل. كنسمعوا شي مصطلحات غريبه بحال التعبيرات الشبابيه. يا ودي تعبيرات شبابيه، هذا راه نكران صريح للواقع اللي كنعيشوه، المطالب ديال الناس، المطالب ديال الشارع، المطالب اللي كاينه في الديجيتال، المطالب اللي كتقول هاد الحكومه سيروا في حالكم، واللي كتقول خاص يتحاسب كل واحد فاسد. هادشي كامل كيتسمى تعبيرات. ولكن غادي نرفعوا القبعه للصحفيين وفي العوامله اللي حط الناطق الرسمي باسم الحكومه المغربيه امام امر الواقع. وكذلك كنشكروا الناس اللي داروا خدمتهم وخرجوا لسان الشعب. ولكن قبل ما ندخلوا في هذا الشيء كامل، كيف ديما دعمونا بجيم الفيديو، خليو شي تعليق زوين، وما تنساوش اهم حاجه وهي الاشتراك باش تكبر عائلتنا في هذه القناه، قناه المجهول السياسي اللي ديما كتجيب لكم اللب ديال اللب واللاصق ديال اللاصق بلا زواق ولا نفاق. يلا بسم الله نرجعوا للبدايه. البارح او بالاحرى مؤخرا اخيرا دار داكشي اللي كان خاصو يدار من نهار السبت، يعني بعد الطلب داز عليه اسبوع تقريبا. كان خاص الإعلام العمومي يخرج، كان خاص الوزراء يدويو، وكان خاص الأخصائيين يدويو في هذا الموضوع. ولكن لاحظت واحد الملاحظة خطيرة جدا، وهي الفرق الكبير بين أسلوب الكلام ديال المسؤولين ديالنا وبين أسلوب ديال هاد جينيراسيون زد، جيل اليوم اللي باغي غير اللاصق، باغي اللب ديال الهضرة، أعطيني اللاصق كيف ما كنقولوا. ملي كتسمع شي رئيس ديال شي مناطق في شي قناة عمومية كيهضر مع صحفي محترم، كيقول لي الصحفي بلي راه المطالب ديالهم واضحة، كاينه واحد العارضه في الديجيتال والمطالب هي باينه، مثلا المطالبه باقاله رئيس الحكومه او المطالبه بمحاسبه الاحزاب الفاسده. هادشي كله واضح وباين. ولكن كيفاش كيرد عليه المسؤول؟ كيجاوب بطريقه استفزازيه، كيقول له انا ما شفتش هاد المطالب، وكيزيد يتهمه وكيقول له واش انت هو الناطق الرسمي ديالهم؟ واش هادشي معقول؟ واش كتنضوا علينا بالله؟ واش ما شفتيش ان هاد العريضه كاينه في ديسكورد او كاينه في الديجيتال؟ شنو بغيتيهم يديروا؟ يمشيو يديروا جمعيه رسميه، يديروا قنوات رسميه؟ راه المطالب باينه وواضحه وجات في الوقت اللي خاصها تجي فيه. هادشي كيوصلنا لواحد النقطه اخرى خطيره، وهي هاد المصطلحات الغريبه اللي كيخرجوا بها علينا. ملي كنسمعوا تعبيرات شبابيه، انا شخصيا ملي كنسمع التعبير كنتخيل شي لوحه، كنتخيل شي موسيقى، كنتخيل شي نشاط جمعوي عادي، شي لعبه ديال سكيت بورد، شي بلان مريح، ماشي احتجاجات عندها حموله قانونيه، ماشي مظاهرات عندها وزنها. ولكن لا، هما كيسميوها تعبيرات شبابيه. هذا التعبير ما خرج في الاجتماع ديال الحكومه، لا، خرج في اجتماع الاحزاب ديال الاغلبيه. هادشي كيبين باللي كاين شي واحد فكر مزيان وقدر وفكر وقال لنا ايواياك نسميوها تظاهرات، راه عندها حمل قانوني خاص الجهه الداعيه للتظاهر وكذا، وياك نسميوها احتجاجات، راه غادي نعطيوها وزن اكبر. اذا يلا نسميوها تعبيرات شبابيه. وها هما خرجوا لنا بهذه الفكره، وكيزيدوا يستفزوا الناس بكل وقاحه وبكل تعجرف. هذا بالنسبه لي هو انكار للواقع، انكار للواقع اللي الناس عايشين فيه. وهنا كنجيو لقلب المشكل. ملي كيجي شي واحد ويحاول يهضر بالحق كيتعرض للتهديد. شفناها بعينينا. واحد الناطق الرسمي اللي هو بيتاس حسب المعلومات اللي عندنا هضر في وسط التلفاز العمومي ويهدد واحد الصحفي معروف ومحترم في كل الاوساط المغربيه.
الصحفي كيعبر بوضوح وكيعطي المطالب اللي خرجت من هاد الشباب، من هاد المنصات اللي كيسميوهم دفتر مطلبي. المطالب ديالهم واضحه، ما باغينش هاد الحكومه تبقى، باغين جلسات علنيه لمحاسبتها. اذا المطالب واضحه، لا يريدون فتح حوار مع الحكومه الحاليه، ولكن الناطق الرسمي كيرد وكيعاود يرجع لنفس الاسطوانه الباليه. الناطق الرسمي كيقول ليه انت الناطق الرسمي باسمهم ياك، يعني كيتهموا باللي راه هو اللي كيهضر باسمهم، وكيبغي يقول ليه باش عرفتي هذا الشيء، انا ما وصلنيش هذا الشيء. الصحفي كيرد بوضوح ومهنيه وكيقول انا لا انتمي لجيل زد لكي اكون ناطقا، انا امارس دوري كصحفي هنا. هادشي كيورينا باللي هاد الناس ديال الحكومه وديال الاغلبيه عندهم حزب التهم الجاهزه، عندهم عقليه بصري البائده. اول ما تسولوا شي سؤال منطقي، اول ما تقول ليه باللي المطالب ديال الشباب مشروحه وبينه وكيطالبوا انكم تمشيو في حالكم، اش كيدير؟ كيفرقع في وجهك تهمه. علاش كيدير هادشي؟ ماشي باش يحرجك وصافي، لا، وانما باش يخرج عليك خدمتك، باش يمارس عليك واحد الترهيب بما انك صحفي في قناه عموميه، باش يقول لك انا ما سمعتش هادشي، ربما انت سمعتيه، اذا انت ناطق رسمي ديالهم. وهادشي ماشي جديد، هاد عقليه الا هضرتي على الاحتجاجات اذا انت محرض، راه شفناها شحال هادي. دابا رجعوا اي صحفي كيحاول يقول الحقيقه، يا اما غيكون محرض على الاحتجاج، يا اما عامل خارجي، يا اما كيخدم بمصالح شي جهه ضد الاحرار. المهم عندهم واحد الترسانه ديال التهم الجاهزه، وما كيشوفوش راسهم انهم هما اللي فاسدين، هما اللي متعجرفين، هما اللي باغين غير الصفقات. الدوله تموت ما سوقهمش. هادشي علاش كلشي كيقول لهم سيروا بحالكم. وفي هاد الايام وحنا كنشوفوا هادشي كامل، كنشوفوا تصريحات اللي بصح ما عرفتش شنو نقول عليها، ولكن اللي بغيت نشيد به واللي يستاهل منا كل تقدير هو المهنيه ديال واحد الصحفيين رائعين جدا جدا. فريمون فهاد خضم هاد التعريكيله اللي عندنا في بلادنا، واللي ان شاء الله غادي نخرجوا منها بانتصار، كيف ما عودونا وكيف ما عودنا العالم اننا واحد البلد اللي ديما كيخرج من الازمات بانتصار. الحمد لله. بغيت نشيد بالمهنيه ديال الاستاذه سناء الرحيمي الصحفيه الرائعه، وبنوفل العوامله، الله يعطيكم الصحه، فريمون نطقتوا بلسان الشعب. الله يعطيكم الخير على مهنيتكم وعلى فصاحتكم. برافو برافو برافو. راه ماشي سهله الاخوان، ماشي سهله تكون خدام في دوزام كصحفي وتخرج في هاد الظرفيه بالذات وفي واحد البرنامج وتقول باللي عيطتي لكاع الوزراء ولقيتي يا اما التليفونات ديالهم طافيين يا اما ما كيجاوبوش. ما سهلاش هاد الهضره. هاد الهضره كتقال نهار كتكون مرتبط بالشعب واحد الارتباط اللي هو كبير، نهار كتكون عندك الغيره على الصحه العموميه وعلى التعليم العمومي وعلى الجيب ديال المواطن البسيط المغربي. الهضره اللي قالت سناء الرحيمي راه فكرتنا كيفاش خاص يكون الاعلام العمومي، فكرتنا كيفاش خاص يكون الصحفي. راه وقيله هادشي اللي قالت تضحيه كبيره، يقدر يكون شي عادي بالنسبه لشي ناس، ولكن حنا ما ولفوناش هادشي. تحياتي ليها لان فكرتنا كيفاش خاص نكونوا وكيفاش خاص الصحفي والاعلامي يهضر وكيفاش خاص الاسئله تكون. هاد السيده ما قالت هادشي حتى كانت مستعده تماما، راه قالت اتحمل مسؤوليتي، كانت مستعده انه حتى الا زعجهم هاد القلم غتمشي وتهز الباك ديالها وتمشي في حالها. هذه هي التضحيه منها على قبل ما تبقاش تشوف الكوارث في الصحه، ما تشوفش الكوارث في التعليم، ما تشوفش الكوارث اللي واقعه حتى في المعيشه وحتى في الغلاء وفي حتى هاد الامور كلها. تحياتي ليها. هادشي راه ما سهلش، والله ما سهل انك تكون معروض في هاد البلاصه وتقول هاد الحق. ودائما ما كانت متالقه، ودائما ما كنفهموا انه كاين بعض الصحفيين اللي كيكون الخط التحريري ديال القناه ديالهم واعر، ولكن في وقت الازمات خاص واحد المعدن يبان، خاص واحد الصراحه تبان، خاص واحد التضحيه تبان. سناء الرحيمي ابانت عنها اليوم، والله العظيم الا كنبغيو نقولوا برافو لمقدمه الاخبار سناء الرحيمي. جرأة كبيره بصراحه وبكل ما تحمل الكلمه من معنى. خرجت في برنامج كيتبث في القناه الثانيه وفضحاتهم فرشاتهم على انهم طافين التليفونات. واش البلاد مقاربله؟ واش الشعب خارج؟ واش الشباب كيغوطوا نوضه والساده الوزراء والحكومه طافين التليفونات؟ الله اكبر. صافي
كملات. فعلا حنا في امس الحاجه لهاد الاعلاميين اللي كيتكلموا بصراحه وبكل حرقه. اليوم سناء الرحيمي بنت الشعب فرشات هاد الناس هادو وبيناتهم على الحقيقه ديالهم. واش اللي واقع كارثي والساده الوزراء طافين التليفونات ديالهم ولا من مجيب ناعسين؟ لا اسمحوا لي والله لا، هادشي خطير. تحيه خالصه للصحفيين سناء الرحيمي مقدمه دوزيم، وكذلك نوفل العوامله، مواقف نبيله، كلمه حق، كلمه حق اللي بصح كتخلينا نحسوا بلي كاين امل. سناء الرحيمي في واحد البرنامج قالت باللي فاش كيكون التدشين ديال شي حاجه الوزاء ديما كيكونوا سباقين باش كيتصوروا وكيبانوا في الخو الخاوي، ولكن ملي كيجي الصح، ملي كتكون شي ازمه وكتصوني عليهم كاملين التليفونات ديالهم طافيين. امانه ماشي سهله باش تقال هاد الهضره، وفي البلاصه اللي تقالت فيها اللي كيسميوها وكر الشيطان، شكرا جزيلا لها. وكذلك نوافل العوامله اللي تعرض للتهديد من طرف الوزاء، وهادو مواقف بصراحه يشهد لهما، وهذه هي الصحافه اللي بغيناها، فقط انهم ينقلوا لنا الاحداث الحقيقيه باش المواطن المغربي ما يبقاش في دار غفلون. خاصنا نعرفوا الحقيقه، خاصنا نعرفوا شكون اللي كيدير خدمته وشكون اللي طافي التليفون. هذا الشيء اللي بان لنا واضح هو ان الاستعجال باش داروه البارح هو غير محاوله لتدارك الموقف. كيفاش التعبير الشبابي، كيفاش سميناهم تعبيرات شبابيه، راه هاد المصطلحات كتزيد تستفز الناس وكتزيد تبين باللي كاين واحد الانكار خطير للواقع. هاد الناس ما باغينش يشوفوا المطالب المشروعه، هاد الناس باغيين يبقاو في واحد العقليه ديال التعجر. هاد الناس ما عندهمش الغير على الجيب ديال المواطن البسيط ولا على الصحه العموميه ولا على التعليم. هاد الناس باغيين غير الصفقات، والدوله عندهم ما سوقهمش. وهذا الشيء اللي بان لينا وكيأكد المطالب ديال الناس بالرحيل. تحيه كبيره لسناء الرحيمي على جراتها، تحيه كبيره لنوفل العوامله على مهنيته. هاد الناس فكرونا كيفاش خاص يكون الاعلام، فكرونا بالمسؤوليه، فكرونا باللي كاين الناس مستعده تضحي بالمكان ديالها باش ما تبقاش تشوف الكوارث. هاد الشيء هو لب الهضره اللي خاصنا نركزوا عليها. هاد الشيء اللي واقع راه ماشي تعبير، هادو احتجاجات، هادو مطالب مشروعه خاصها تنقل بكل صراحه. خاص المسؤولين يتحملوا المسؤوليه وما يمارسوش الترهيب على الصحافه، وما يخرجوش علينا بترسانه ديال التهم الجاهزه، وما يجاوبوش بواحد الطريقه ديال انا ما شفتش او راه كلشي شاف او راه كلشي عارف. في الختام الاخوان كيبان لنا باللي الصراحه والمهنيه هي الامل الوحيد، وكنشكركم بزاف على المتابعه في هذا الفيديو الطويل ديال المجهول السياسي. كنتمنى تكون الرساله وصلت، وكنتمنى ديما نبقاو نتبعوا الناس اللي كتهضر بالحق والمنطق. شكرا لكم بزاف، وخليوا لنا ارائكم في التعليقات حول هذا الشيء كامل. واش بصح كتعتبروا هذا الشيء تعبيرات شبابيه ولا لا؟ تهلاو في راسكم ونشوفكم في فيديو جديد.